فرصة إن أنتِ ما تمارسيش معايا كل اللي أنا عايزه وتنفّذي كل أوامري، بس أنا عايزة أتوب. لأ، ما فيش فرصة لحاجة زي كده. إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب إن أنتم تكونوا بخير. يا ريت إن أنتم ما تنسونيش في اللايك التمام. وشكرًا للناس اللي بتدعمني بسوبر ثانكس. بنبتدي حلقتنا بسلمى. سلمى البنت الجميلة الحلوة اللي بيتقدم لها سالم. سالم برضه شاب كويس، جايب لها شقة برّه والدنيا كلها تمام معاه. ولكن سالم الظروف معاه مش مساعدة، وعلشان كده في واحد صاحبه بيكلمه بيقول له: إيه رأيك إن أنت تيجي تشتغل في ليبيا؟ فبيقول له: تمام. بيكون لسه ما عداش على جوازه، إيه رأيك إن أنا أروح وأشتغل هناك وأضبّط قرشين وبعد كده آجي ونعمل مشروع والدنيا تبقى تمام. مراته قالت له: ماشي، ما فيش مشكلة، أكيد أنا مش هاقف قدّام رزقك. وفعلًا بيحضّر نفسه علشان يسافر. قبل ما يسافر قال لمراته: أنتِ هتقعدي فين؟ فراحت مراته قالت له: المشكلة إن أنا لو رُحت عند أخويا، لو رُحت عند أمي، أخويا عايش معاها هو ومراته، وأنا مراته أصلًا من قبل الجواز وإحنا الاتنين ما بنحبش بعض، فهتحصل خناقات بيننا كتير أوي، فخلّيني قاعدة في بيتي. قال لها: لأ، ما ينفعش إن أنتِ تعيشي في البيت لوحدِك، لازم إن أنتِ تروحي عند حد، فنقي هتروحي عند أمي والّا هتروحي عند أمِك. فقالت له: لأ، أروح عند أمك هيكون أهون بكتير من القعدة عند أمي وأتخانق مع مرات أخويا على طول. قال لها: تمام. البيت عند أمه ليه أخ، أخوه ده لسه ما اتجوزش. فراحت وقعدت معاهم هناك، عاشت فترة، وبعد كده طبعًا الأم بطبيعة الحال ست كبيرة بتبتدي إن هي تاكل بدري وتخش تنام بدري، وطبعًا دول شباب وبيحبوا إن هم يسهروا، فكانت بتسهر مع أخو جوزها، والاتنين كانوا بيسهروا مع بعض. وأخو جوزها بقى لمّا عرف إن هي بتسهر معاه بقى كل يوم وهو جاي يجيب اللب ويجيب الحاجة الساقعة ويجيب الحلويات ويعملوا سهرة كده حلوة، ويقعدوا يشغّلوا أفلام عن طريق الإنترنت ويقعدوا يتفرّجوا. وكانوا على الحال ده كذا يوم عادي جدًا، إخوات قاعدين مع بعض بيتفرّجوا وما فيش أي حاجة، لحد ما واحدة، واحدة طبعًا الأفلام اللي قاعدين بيتفرّجوا عليها، أكيد الأفلام دي بتبقى يعني فيها مشاهد حُب مشاهد حرّكت ما بينهم بنظرات الحُب والكلام ده. فبدأ إن بعد كده يحصل تلامسات، بعد التلامسات بدأت تحصل تجاوزات، بعد التجاوزات الموضوع بينتهي بيهم وهُم بيعملوا علاقة مع بعض. بدأوا إن هُم يعملوا الكلام ده فترة كبيرة جدًا، والأم مش واخدة بالها من الموضوع. لمّا الأم ابتدت إن هي تسهر معاهم، لمّا شافت إن الموضوع بقى فيه أكل ولِب، لأ أنتم هتاكلوا أكل ولِب وحلويات من غيري، أقعد معاكم. فبدأوا إن هُم يجيبوا للأم منوِّم، ويحطّوا لها المنوِّم ده عشان يعرفوا يقعدوا ويعملوا اللي هُم عاوزينه. الأم أخدت المنوِّم وتنام، وما كانتش بتحُط في دماغها سِت كبيرة، وحاطة في دماغها إن عادي يعني إن هي في السِن ده تنام بدري أو تقوم بدري ما فيش مشكلة. بدأوا إن هُم يقعدوا مع بعض فترة كبيرة من الزمن على الوضع ده، وهُم الاتنين على اتفاق مع بعض إن من أول ما أخوه يرجع كل واحد منهم يروح لحاله. تقدر إن هي تبقى قاعدة قدّام برنامج ديني على الإنترنت وتسمع إن في ناس بتتكلم بقى على الرذيلة، وناس بتتكلم إن الكلام ده حرام وحسابه عند ربنا كبير الحاجات اللي زي كده. فابتدت إن هي تقول بقى إني خلاص أنا مش هاعمل الكلام ده، وهابتدي إن أنا أستغفر لربنا على اللي أنا عملته، واللي أنا يعني الأمانة اللي أمِّني عليها جوزي على عرضه وشرفه وأنا عملت فيها كده. فعلشان كده ابتدت إن هي تلبس إسدال واسع. كانت أمّا بتيجي تقعد في البيت بتقعد ببيجامات وبتقعد بالكلام ده وبتقعد بشعرها عادي. ابتدت إن هي تلبس إسدال واسع، وابتدت تقعد تقرأ قرآن. فأول ما أخو جوزها ابتدى إن هو يشوفها بالوضع ده، فقال عادي يعني يمكن زوبعة في فنجان، ويمكن الموضوع مش هيطوّل في حاجة زي كده. ولكن لقى اللي بعد كده إن هي ابتدت إنها ما تسهرش معاه بالليل، وتقول له: لأ معلش أصل أنا تعبانة من شغل البيت وداخلة أنام.
وتخش وتقفل على نفسها بالمفتاح. أول ما لقى حاجة زي كده قال لأ، ده كده بالطريقة دي ابتدت إن هي تتجه لربنا وابتدت تتوب ومش هتعمل معايا حاجة زي كده، أنا لازم أتصرف. وعلشان كده يبتدي إن هو يعمل كل محاولاته إنه يخليها ترجع إنها تعمل معاه الحاجة دي، وهي كانت لسه يعني ما زالت مش في شدة إيمانها أو في تمسكها بالتوبة، فرجعت عملت معاه الحاجة دي. ولكن لما رجعت بقى المرة دي هو كان مظبط في أوضته إن كان حاطط إن يصورها. ليه بقى؟ قال إن هي لما ترجع تاني تقول إني مش هعمل الكلام ده تاني، أبتدي إن أنا أحط لها التصوير هتعمل معايا الكلام ده ومفيش أي مشاكل. فعلشان كده ابتدى إني فعلا قالت له ده آخر مرة وأنا تبت لربنا مش هعمل الكلام ده. راح بعت لها التصوير اللي بينهم على الواتس. أول ما شافت التصوير فابتدت فعلا إن هي وقت ما يقول لها تمام تقول له تمام، لأنها خايفة. ولكن بعد كده تقعد مع نفسها تقول يعني هو استحالة إنه يبعت الحاجة دي لأخوه ويوري أخوه إن هو معايا في نفس الفيديو. فابتدت إن هي تقول استحالة يبعت الكلام ده، وعلشان كده ابتدت تتمسك وتقول له مش هيحصل الكلام ده، وأعلى ما في خيرك الكب واعمل اللي تعمله وما يهمنيش. ولكن هو بقى بعت الفيديوهات بس ما بعتهاش لجوزها، بعتها لأبوها. طبعا أبوها أول ما شاف الفيديوهات جات له صعقة، ابتدى إن هو يجيب بنته إيه اللي بيحصل، إيه اللي أنت عملتيه. بنته قالت له أنا فعلا غلطت، ويعني اتجهت اتجاه الشيطان، وهو يعني ابتدى إن هو وقت ما حبيت إن أنا أتوب هو ما سمحليش بالتوبة. فالأب يقول لها اقعدي وما ترجعيش هناك تاني. وراحوا أخدوا الفيديوهات اللي هي موجودة اللي هو بعتها لها على تليفوناتها واللي بعتها على تليفون الأب، وطلعوا على الشرطة وراحوا دخلوا لرئيس النيابة. ابتدوا إن هم يتكلموا معاه وحكوا له الموضوع، والست اعترفت قالت أنا غلطت إن أنا عملت معاه الشيء ده، بس هو دلوقتي أنا توبت لربنا وهو مش سامح لي الحاجة زي كده، مش سامح لي إن أنا أتوب. عمال إن هو يبعت لي الحاجة دي ويقول لي أنا هفضحك وهوري في كل مكان، وبعت التصوير لأبوها. فعلا أخدوا تليفونها وتليفون أبوها وشافوا فعلا إن هو بعت لهم هما الاتنين الكلام ده، وعلى طول راحوا قبضوا عليه. أول ما قبضوا عليه طبعا هو ما كانش في دماغه إطلاقا إن هي ممكن تروح للشرطة وتبلغ على نفسها وتقول على نفسها أنا كنت بعمل كده. فابتدوا فعلا يلاقوا على تليفونه كل المقاطع اللي هو كان بيبعتها للأب للبيت، وابتدوا إن هم يحبسوا. وطبعا هم يعني الأم عرفت بالموضوع وابتدت إن هي تقول لابنها اللي مسافر بره، وابنها اللي مسافر بره قال لها إن هو مش هيعمل قضية لمراته، وإن هو اللي كان غلطان أصلا من الأول، إن يعني قال لمراته إن هي تيجي تقعد عندهم في وجود أخوه، لو كانت قعدت لوحدها يمكن كان الأمر أحسن من كده. وبرضو إن هو يعني شاف نفسه إنه غلطان إن هو سافر بعد 3 شهور من الجواز. يعني بعد 3 شهور كانت ما لحقتش إن هي تقعد معاه وما لحقتش إن هي تحس بالجواز ولا بالكلام ده. وبعد كده ابتدى إن هو يقول لها روحي عيشي عندي أهلي. راحت عاشت عند أهلها، شافت قدامها الأخ بيغازلها وبيقول لها كلام حب وبيجيب لها الحلويات وبيجيب لها الفاكهة والشوكولاتات. فطبعا ابتدت إن هي تتجه له. فيعني لأول مرة من هذا النوع من الجرائم إن الزوج يحس إن هو غلطان ويحس إن هو طرف في القضية مش ضحية. هو طرف في القضية إن هو سابها بعد 3 شهور، إن هو خلاها تروح تقعد عند أهله رغم وجود أخوه الشاب. فكل الكلام ده زي اللي بيحط البنزين جنب النار بالظبط. فقال علشان أنا كنت يعني طرف في الغلط ده فأنا مش هعمل عليها أي قضية، بس طبعا مش هينفع إن أنا أكمل معاها وكل واحد مننا يروح لحاله. وقال فعلا إن هو هيطلقها. أما بالنسبة للشاب، فالشاب بعد طبعا المحاكمات اتحكم عليه ب5 سنين. 5 سنين ده حكم الشرطة، ولكن يعني بعد ما يخرج من ال5 سنين هيحط وشه في وش أخوه إزاي باللي هو عمله ده. يعني هي ممكن إن هي تكمل حياتها مع حد تاني، أو ممكن ما تكملش حياتها وتفضل بالطريقة دي.
انما انت هتكمل حياتك مع اخوك ازاي بالوضع ده؟ هتبص في وش امك ازاي؟ هتبص في وش عيلتك ازاي باللي انت عملته؟ ولازم تعرف ان الدنيا دواره، اي حد يفكر ان هو يعمل الكلام ده في يوم من الايام هيتعامل مع مراته، هيتعامل مع بنته. الدنيا دواره بتلف وبتدور وبتيجي في نفس النقطه اللي انت عملتها، بالذات في الحاجات اللي زي دي. عايز اسمع اراءكم في التعليقات. وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض. ويمشي ورا الحما في المستشفى وهي ماسكه الولد، كانت ماسكه الولد بطريقه مريبه، وعلشان كده بتروح لحد الحمام بتاع السيدات، وعشان الدكتور شاكك فيها بيخش وراها في الحمام، فبيلاقيها بتعمل في الولد حاجه اغرب من الخيال. خليكم معايا علشان تعرفوا الحكايه. أحمد ومحمد اتوفى باباهم وهم لسه صغيرين، حالتهم المادية كانت تعبانة جدا، وكانوا عايشين في أوضة كده صغيرة مبنية من الطوب اللبن جوه قرية. أحمد ومحمد كانوا في سن كده حوالي 10 سنين و11 سنة. الاتنين كانوا بيشتغلوا مع مامتهم عشان يقدروا إن هم ياكلوا ويشربوا لحد ما كبروا وبقوا شباب. محمد كل سعيه كان إن هو يسافر بره، وفعلا جاله عقد وقدر ان هو كل الفلوس اللي قدروا ان هم يحوشوها اتحطت في العقد ده وسافر بره. اول ما سافر وابتدى الدنيا تمشي معاه، طبعا حب ان هو يرد الجميل لامه واخوه اللي عايشين في عذاب من ساعه ما ابوهم اتوفى، وعلشان كده كل هدفه ان هو يبعت لامه ويقول لها اشتري ارض، فعلا تشتري الارض دي، وبعد كده تبتدي ان هي تبني البيت ده. الأخ الكبير يقول لها إن هي تبني البيت مكون من 3 أدوار، الدور الأرضي الأم تاخده، والدور الوسطاني الأخ اللي مسافر هو اللي ياخده، والدور اللي فوق ياخده الأخ الصغير. وفعلا الأم تعمل كده، وكل لما تاخد من الأخ ده فلوس تبتدي إن هي تبني في البيت وتجهزه. أول حاجة جهزتها هو الدور الأرضي اللي هم هيروحوا يعيشوا فيه، وفعلا عاشوا فيه وكانوا مستقرين وحياتهم بدأت تتظبط بكتير. لحد في يوم من الأيام الأم راحت قايلة لابنها: أنت يا ابني السنين عمالة تعدي بيك وكبرت في السن، وعلشان كده لازم تنزل أجازة علشان أجوزك. الأخ يقول لها: تمام، هنزل أجازة بس تكوني محضرة لي عروسة. فعلا تبتدي إن هي تدور من أهل البلد على عروسة، ولكن بقى تدور على بيوت يكون الناس اللي فيها ناس محترم، يعني مش بيوت يكون الناس اللي فيها أي كلام، ناس يكونوا مرتاحين ماديا. وبعد كده تبتدي إن هي في بنت كل الناس تقول لك دي جميلة جدا، لسان بتطلب إيديها بس هي ما بتقبلش حد. فراحت أخد الصورة بتاعتها موريها لابنها، ابنها قال لها: تمام دي جميلة جدا. قالت له: طب أنت بس ظبط وأنا هروح أكلم أهلها. لما راحت علشان تكلم أهلها وأول ما عرفوا إن ابنها مسافر بره بيقبض بالدولارات وافقوا على طول. وأول ما جه ابنها ابتدوا إن هم يظبطوا كل حاجة، ظبطوا الجوازة وظبطوا كل حاجة في خلال الوقت اللي هو كان قاعد فيه اللي هم شهرين. كان مجهز كل حاجة وكان متجوز كمان. يا دوبك من ضمن الشهرين دول كانوا بيجهزوا كل حاجة في خلال شهر، وقعد مع عروسته شهر فقط لا غير، وبعد كده أخد بعضه وسافر. طبعا البنت كانت قاعدة في بيتها، ولكن طبعا بتزهق من قعدتها لوحدها، فبتنزل تقعد تحت مع حماتها ومع سلفها اللي لسه متجوز. الحما قالت للبنت: بقول لك ايه، بدل ما انت تطبخي فوق واحنا نطبخ تحت، ايه رأيك الأكلة تبقى واحدة عشان المصاريف وناكل احنا الثلاثة مع بعض؟ قالت لها: تمام. ففعلا الحما هي اللي كانت بتطبخ، والبنت كانت بتنزل، وابنها كمان بيرجع من الشغل، وبيقعدوا على سفرة واحدة بياكلوا والتمام كده. طبعا انتوا عارفين الستات الكبار وبالذات كمان اللي موجودين في القرية ما بيسهروش على طول، مجرد ان هم ياكلوا ويشربوا كوباية الشاي يبقوا عايزين يخشوا يناموا، لان بيصحوا من بدري من حوالي الساعة 6 الصبح. ففعلا الست بتخش علشان تنام، ولكن بتكون حاطة في دماغها ان مرات ابنها يا دوبك هتخش تشطب المطبخ بما ان الست طبخت يعني، وبعد كده هتطلع على بيتها. ولكن ما كانش ده اللي بيحصل. هي كانت فعلا بتخش تظبط المطبخ، وبعد كده كانوا بيجيبوا بعض التسالي وهي وسلفها
الاتنين كانوا بيقعدوا مع بعض قدام التلفزيون ياكلوا التسالي دي ويتفرجوا على التلفزيون. في الأول القعدة كانت كويسة جدا، وكان الاتنين بيتعاملوا مع بعض كأن هم اخوات. واحدة واحدة بدأ الموضوع يتطور، والحما عرفت إن فعلا هم الاتنين بيسهروا مع بعض، بس هي سكتت. وسكتت قالت يعني بدل ما اكبتها واقول لها لا اطلعي بيتك، هما الاتنين عارفين حدودهم، وده عارف ان هي اخته وده عارف ان اختها، وبالوضع دوت مش مشكله لما يسهروا مع بعض، لا كفايه ان ابني مسافر ومش موجود. بس واحده واحده ابتدى ان الموضوع يتطور، لان بعد كده ابتدى ان الهزار يبقى هزار بالايد. طبعا بعد ما ابتدى الهزار يبقى في الايد اشتكي في مناطق حساسه، فطبعا اتخض وقال ان مرات اخوه هتزعق له وتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، ازاي ايديك تيجي في المنطقه دي. ولكن اللي هو لقاه ان مرات اخوه ما اتكلمتش خالص، ولا قالت اي حاجه على الموضوع، وكل واحد منهم راح في مكانه ونام. هو بقى طول النهار في الشغل قاعد بيفكر في اللمسه، وقاعد بيفكر في مرات اخوه اللي ما اعترضتش خالص على موضوع اللمسه دي. فبالطريقه دي لو انا تجاوزت ولمست اكتر هي مش هتتكلم. وبعد كده بيتفاجئ ان في اليوم ده الحما حطت الاكل واكله، وبعد كده دخلت تنام، وقالت لها يا بنتي انت هتطلعي امتى؟ قالت لها انا هشطب المطبخ وهطلع. دخلت علشان تنام، وبعد كده دخلت علشان تشطب المطبخ وفعلا طلعت بيتها. هو بقى قال في عقل باله دي مش هتسهر معايا النهارده، دي اكيد يعني زعلانه من اللي انا عملته امبارح، اصل اللي انا عملته ده برضو ما يصحش. بس بعد كده بيتفاجئ ان هي نازلاله ولابسه لبس ضيق ومفتوح وفارده شعرها وحاطه مكياج. طبعا ده ترخيص تام ان هو يعمل كل حاجه بقى. فبدات بعد كده بقى تقعد تتكلم معاه، ولكن بدا ان الكلام يبقى بدلع. فعرف بقى ان ايه اللمسه اللي كانت قبل كده دي بقى عملت شغل، وهي عندها الموضوع مباح. فبدا بعد كده ان هو يلمس اكتر، كانت الموضوع مباح بالنسبه لها. بعد كده بدات ان هي بنفسها اللي تقول له بقول لك ايه، ما تيجي نخلي السهره فوق، لحسن امك قالت لي اخلص المواعين واطلع على طول، وانا خايفه دلوقتي تقلق من نومها وتطلع، وبعد كده تلاقيني قاعده تزعق لي او تعمل مشكله. قال لها تمام. وبدا ان هو يطلع معاها فوق في بيت اخوه، ويكملوا السهره في بيت اخوه. وبعد السهره بقى انتوا فاهمين ان ختام السهره كانت فوق في غرفه النوم بتاعت اخوه. بدأ الموضوع ده يفضل مرة واتنين وتلاتة واربعة، لحد ما كانت في حاجة مش طبيعية. ولحد ما نزلت تحت، الموضوع ده كان يدوبك الأخ ماشي بقاله شهر، يعني الموضوع ده ما اتطورش مثلا بعد سنين ولا بعد شهور، لا. فبعد كده هو بدأت إن هي تنزل لحماتها وتقول لها إن هي حامل. الحما حست إن الموضوع في حاجة، ولكن جايز ابنها مسافر بقاله شهر، يعني جايز يبقى علشان كده ما أخدتش ودت في الموضوع. بس شكت لما لقت نظرات ابنها التاني الصغير مريبة في الموضوع، وحست إن في حاجة في الموضوع، وإن ابنها هي بتصحى في نص الليل ما بتلاقيهوش، بتقول له أنت فين؟ بيقول لها أنا في شقتي فوق، اللي هي الشقة اللي فوق شقة أخوه. تقول له طب أنت قاعد في شقتك بتعمل إيه؟ ده الشقة على المحارة، يعني أنت قاعد تعمل إيه؟ يقول لها بطلع فوق بقعد في البلكونة أشرب لي سجارتين وأقعد مع نفسي. بدأت الأم تشك إن في حاجة، فالأم بدأت إن هي تتصنت عليهم هم بيتكلموا. لما جت تتصنت سمعتها وهي بتقول له خلي بالك اللي في بطني ده ابنك انت مش ابن اخوك. فطبعا اتفاجئ وقال لها ازاي؟ قالت له هو ايه اللي ازاي؟ طبعا انا ادرى واحده هو ابن مين، لان انا الظروف جات لي بعد ما اخوك مشي مباشره، يعني ده مش ابن اخوك. فبعد كده هو بدأ ان هو يقول لها طب احنا هنعمل ايه؟ قالت له مش هنعمل حاجه، احنا وضعنا هيفضل زي ما هو. الست سمعت الكلمتين دول وكأنها سمعت الرعد في ودانها. عارفين المثل اللي بيقول سمعت الرعد في ودانك؟ اهو بقى الست حست بالاحساس ده، وما بقتش عارفه ان هي تعمل ايه. سكتت على الموضوع وما اتكلمتش ولا نص كلمه،
ولا حتى غيّرت معاملتها للبنت ولا قالت أي حاجة، وصبرت كل الوقت وزفّوا الخبر للأخ اللي مسافر وقالوا له مراتك حامل وكان طاير من الفرح، وخلّي بالكم منها وأنا هازوّد لكم الفلوس علشان تعتنوا بيها أكتر، والأم كل ده حاطة في نفسها وساكتة، لحد الميعاد بتاع الولادة. وبعد كده بدأت إن هي تسحب الطفل من جنب الأم وتمشي بيه كده وبتلفه بطريقة مش مضبوطة. اللفة اللي كانت بتلفه بيها دي الدكتور شك إن في حاجة في الموضوع، ففضل ماشي وراها، لقاها بتخش الحمام بتاع السيدات، دخل وراها الحمام بتاع السيدات رغم إن الموضوع ده يعني ما ينفعش إن هو يخش، بس الموضوع في حاجة مريبة، لقى زي ما تكون كانت بتخنق الطفل. وعلشان كده بدأ إن هو يقول لها أنتِ بتعملي إيه؟ قالت له أنا باغسل له وشه. والطفل كان بحالة كويسة وجيدة وما فيهوش أي حاجة، أخد منها الطفل وبدأ إن هو يقول لها تعالي معايا، وأخدها لحد الأوضة بتاعته وبلغ على طول الشرطة، وقال لهم إن هي كانت بتقول إن أنا كنت باغسل وش الطفل والطفل تمام وما فيهوش أي حاجة، شاكك إن هي كانت عايزة تعمل فيه حاجة. فالشرطة ابتدت إن هي تاخدها وتكلمهم، ابتدت إن هي طبعًا تضغط عليها، راحت حكت لهم كل الموضوع. طب أنتِ كنتِ بتعملي كده ليه؟ أنا كنت باعمل كده علشان ما أعملش فصال ما بين ولادي الاتنين، ولادي الاتنين اللي هم أكتر من الإخوات. ابني الكبير اللي هو مجهز شقة أخوه وبيساعد أخوه علشان يتجوز، أنا مش عايزة أفرّق بين بين ولادي. فاحتجزوها وكمان جابوا مرات ابنها احتجزوها وابنها التاني، وبدأوا إن هم يتواصلوا مع ابنها اللي بره ويقولوا له إن هو يرجع، وفعلا على طول كان قاطع تذكرة ورجع من السفر. وأول ما رجع من السفر ابتدى إن هو يقول للشرطة إن أكيد هم يعني إن ده ابنه وإن هو معترف بيه، وإن أمه ما عملتش حاجة وأكيد فعلا كانت بتغسل وش الولد والولد بخير وما فيش أي حاجة. طب أنت هتعمل أي قضية على مراتك؟ مش هاعمل أي حاجة. وبعد كده بدأوا إن هم أمّا يروّحوا البيت طبعًا أثناء ما هم كانوا بيروّحوا، الأم قالت بقى إن ابنها متسامح، إن هو خرّجهم كلّهم من الشرطة. أول ما روّح البيت ابتدى إن هو يقول لها إن هو مش عاوز يعرفهم تاني ورمى يمين الطلاق على مراته، وقال لهم إن الولد طبعًا لسه ما اتكتبش شهادة الميلاد بتاعته، فقال لهم الولد ده ما يتكتبش على اسمي، وقطع صلته بأخوه وقال له البيت ده أنا اللي بانيه وأنا اللي عامله كله، أنت ما لكش فيه أي حاجة، ما تخشش البيت ده. وقال لأمه عشان صلة الرحم أنا مش هاقدر إن أنا أطردِك برّه البيت، ولكن ممنوع منعًا باتًا إن ابنِك ده يخش بيتي خالص، وأنتِ هتفضلي قاعدة في البيت ومش عاوزِك إن أنتِ تعرفيني ولا تطلبي منّي أي مصاريف تاني، لإنِّك أنتِ داريتِ عليّا كل الوقت ده، وكنتِ اللي أكتر من كده كنتِ عايزة كمان تعملي جريمة تداري أكتر في الموضوع، علشان كل ده ما انفصلش بيني وبين أخويا واللي حصل ده عادي. فطبعًا شيء صعب جدًا. أنا بس عايزة أسمع رأيكم في التعليقات. الأم إن هي سكتت طول فترة ال9 شهور وما قالتش لابنها، هل هي على حق في اللي هي عملته ده؟ هل هي ده مبرر علشان مش عايزة تفصل ما بين الإخوات تعمل الكلام ده؟ طب إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ يعني مصير الطفل ده هيبقى إيه؟ يعني المفروض إن هم بقى مثلًا يعدّوا ال3 شهور بتاعة العِدّة وبعد كده الست دي تتجوّز الأخ الصغير عشان يقدروا إن هم يكتبوا الولد، والّا إيه اللي ممكن يعني يحصل؟ أنا عايزاكم تخشوا في التعليقات وتكتبوا لي إيه اللي ممكن يحصل لو في أي حد بيحكي لكم المشكلة دي وبيقول لكم ادّوني رأيكم. إحنا بدعائنا الله